السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات غلامور باي جيجي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفة الاكثر طلبا بالنسبة للوليدات والكوتي اللي هي وصفة الكاب كيك او المادلين، ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. مرحبا بكم عندي. نبداو بالمكونات اللي غادي نحتاجو فيها. بالنسبه للمكونات اللي هي 2 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، 2 خمارات، والنكهه الاولى اللي غادي نكه بها هي هاد الجلفه ديال الحامض. ممكن ديروا جلف ديال الليمون، وممكن تعوضوا الحليب بكاس ديال الليمون. هنا قلت لكم 2 ديال الخمارات. وبالنسبه للنكهه الاخرى اللي غنديرها بالشوكولا، خديت هذا الكاكاو. وبالنسبه للزين غادي ندير لي بيبيت دو شوكولا مع اللوز ايفيلي. وبالنسبه في بلاصه معلقه ديال الخل، ممكن ديروا معلقه ديال الخل. انا مادام انني درت هنايا القشور ديال الحامض، فقلت هنايا ندير العصير ديال الحامض. اول حاجه غادي نبداو بها هو البيض. غادي نضربوه بالضرب الكهربائي. ممكن ديروا سميتو، ممكن ديروا العصاره، يعني ممكن ديروا الخلاط الكهربائي. نزيدوا هنايا سنيده، كاس ديال السنيده، غادي نضربوها مع البيض. ومن بعد غادي نزيدو بالتدريج الكاس ديال الزيت، وحنا كنطربو. انا غير باش نسكتها باش ما يستمعش لكم الصداع. بالنسبه للفورس ما قلتش لكم، غادي نديروا رابعه ديال الفورس 250 غرام، اولا 3 الكيسان، 2 كيسان ونص، لا كاس العنبه 2 كيسان ونص. هنايا غادي ندير الفورس، وغادي ندير الخمارات، ومن بعد باش غادي ندير النكهات. هنايا غادي نقسم الخليط على 2 باش ندير النكهات. هذا غادي نزيد فيه قشور ديال الحامض. بالنسبه للنصف الثاني غادي نزيدو فيه كاكاو الكمر، وغادي نخلطه. هذا هو الخليط بعد ما كملته. هذا الخليط الاول، هذا الخليط الثاني. بالنسبه للمول غنستعمل هذا المول هذا ديال لي كيك، وغادي نوريكم كيفاش غنديروا ورق الزبده، كيفاش غنستعملوا. كنقطعوه هكايا مربعات، وكنحاولوا نديروا لي بلي. وكنحطوهم على هذا الشكل هذا. شو كيجي الشكل ديالهم، كيجي الشكل مختلف وزوين. كنكبو بحال هكا. كنحاولوا نديرو غير النص في كل وحده باش يلا طلع
بحال هكذا. كنكملوا هذا الخليط وعاد كنمشيو للخليط الاخر. ودابا غادي نكبوا الخليط ديال الشوكولا. صافي هنايا بعد ما كملتهم جاو على هذا الشكل هذا. هادو درت لهم لوز افيلي، وهادو درت لهم لي بيبيت دو شوكولا. وكندخلوه الفران اللي سخناه من قبل على درجه حراره 160. درناهم غير من تحت غادي من تحت يطلعوا يتنفخوا عاد باش نشعلوا عليهم من الفوق. هما بعد ما خرجتهم جاو على هذا الشكل هذا.